رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالجمهور من زوار ومواطنين ومقيمين الحاضرين لسباق طيران الخليج للجائزة الكبرى 2013 للفورمولا 1 في اللقاء الذي يتجدد مع هذا الحدث العالمي على أرض مملكة البحرين منذ عام 2004. وأشاد سموه بتفاعلهم مع كافة تفاصيل السباق وأجوائه من متسابقين وفرق وفعاليات مصاحبة، منوها سموه بجهود القائمين على تنظيم السباق وإحيائه وتفانيهم في بذل الجهود المخلصة لتكريس ما حققه السباق من سمعة طيبة على مدار سنوات استضافته في المملكة، مما كان له عوائد ومردودات إيجابية شملت كافة النواحي ودعم الاقتصاد، وشكلت انتعاشا يلمسه الجميع في الاحتفاء بهذا الحدث البارز. وقال سموه خلال جولة في حلبة البحرين الدولية التقى خلالها بالحضور من الجمهور والمتسابقين إن للسباق قيمة إضافية لتعزيز تواصل مملكة البحرين مع العالم، مما أسهم فيه القائمون وجمهور السباق دائما من خلال حرصهم على إبراز هذا الحدث وما يجسده من نجاح وفرح بالإنجاز واهتمامهم به كإحدى المكتسبات التي تستحق تضافر جهود وقلوب الجميع بنواياهم المخلصة لبلورة روح البحرين الحقة التي تحتضن جميع من بها ومن يزورها بدفئها وألقها التي عرفت به دوما.